في هناك مثل صيني يقول: علمني كيف أصطاد السمك ولا تعطيني سمكة. يعني لا تعلمني التبعية، ولكن علمني الاعتماد على النفس. أعطيني سر المهنة لكي أعتمد على نفسي وأنا أحقق شخصيتي، سواء كانت شخصيتي أنا أو شخصيتي الاعتبارية. لكن اليوم الكثيرين لا يريدوا أن يعلمونك اصطياد السمكة، يريدون أن يعطوها جاهزة لكي يعودوك، ونحن تعودنا الاتكال على أننا نأخذ السمكة جاهزة. وفيه كمان حكمة حكاها رجل أعمال أمريكي كيوساكي. قال: حينما ذهبت إلى أبي الغني، هو يسميه أبوه الغني لأنه عنده أبوه البيولوجي اللي يطلق عليه الأب الفقير، وأبوه الروحي اللي علمه البزنس والتجارة سماه أبوه الغني. قال: حينما ذهبت واحتكيت فيه وأراد أن يعلمني، حينما انتهى آخر الشهر لم يعطيه المرتب، فاحتج فقال له: أنا لا أعلمك أن تأخذ المرتب، وإنما أعلمك كيف تنتج الأموال من أعمالك، أعمال الحرة. وبالفعل قال له: إذا أخذت مرتب من عندي سوف تبقى تأخذ المرتب مدى الحياة، تتعود على طريقة. لذلك نحن، وهذه حكمة، ولذلك نحن لا نعود أنفسنا على الشيء الذي لا نريده، وإنما دائما نرفع من معاييرنا، دائما نرفع من رؤيتنا إلى الأشياء، وهكذا ترفع من قيمتك في الحياة، سواء كنت على مستوى الفرد أو على مستوى المجموع. ترفع من قيمتك لأنك تعود نفسك الشيء تتعود عليه طول عمرك. تحط نفسك في مكان معين تبقى تمشي فيه، ماشي فيه حتى تنتهي عمرك كله وأنت تمشي على هذا المنهج. لكنك إذا خذيت في يوم من الأيام قرار وقلت: لا، أنا أغير، لا نرضى بهذه الحياة، لا نرضى بهذه المعيشة، سوف أغير، سوف أتعلم أصطاد السمكة. لماذا يعطونني السمكة؟ تغير حياتك، وإلا حياتك عمرك تضيع كلها في شراء السمكة والذين يعطونك السمكة. لذلك الإنسان كما يقولوا في علم النفس أنه هو يخلق معاييره في الحياة. إني جاعلك في الأرض خليفة. كل شيء خلق للإنسان، ده كله للإنسان. لذلك الإنسان يعرف قيمته، أن الله سبحانه وتعالى خلق له هذه الأشياء كلها من أجله، كلها لا بدون استثناء. السماء والأرض والبحار والأراضي كلها خلقها من أجل الإنسان، من أجل أن يستثمرها ويعمل فيها. لذلك الإنسان عليه أن ينظر بعيدا في هذه الحياة وأن يكون خليفة فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.